اليوم الثالث متوجهين إلى المستغانم. ولاية مستغانم تبعد تقريبا من 70 إلى 80 كيلو عن وهران. إن شاء الله نوافيكم بالفعاليات والأشياء الموجودة هناك. نحن نصل على مشارف مستغانم، وهذه المدينة من هنا يمكن ما هي واضحة، ولكن بعد شوية بتتضح لنا إن شاء الله. طبعا هذا مدار غرينتش. طبعا تعتبر مستغانم واحدة من المدن التي يمر بها خط غرينتش في الجزائر، كما تعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الذي يمر به خط غرينتش. وهذا هو الخط، يبدو أن هذا الخط، يعني هذه معلومة جديدة علي في الجزائر وأول مرة أشوفها. طبعا بجوار المدار غرينتش هذه المزرعة، ويحصدون الطماطم بالقرب من مدينة ستيديا. وهذا هو البحر، منظر جميل وبديع ما شاء الله تبارك الله. حركة صباحية في المستغانم، الشعب يقوم بدري، صلي الفجر ويتحرك، زحمة حركة عالم، ما في للساعة 10 ولا يتحركون وقت العصر. صراحة شيء ما شاء الله تبارك الله. ما زلنا مستمرين في جولة في مستغانم، في وسط مستغانم. السوق الشعبي، وهنا السوق الشعبي أمامنا. بس حركة ما شاء الله تبارك الله، وعالم وحياة. العداد فاضي الآن. شوف كم بيتفلل بنزين في الجزائر. ما زلنا مستمرين في جولتنا. هذه أحد المحاور نسميها الدوار في وسط، في القرب من المستغانم. هذا نهر شلف، يسمونه وادي، وانا قناعتي تقول نهر شلف لانه من عشرات السنين موجود ويصب في البحر الابيض المتوسط. نهر ما شاء الله تبارك الله، ناس يصطادون. هو بين سيدي علي والمستغانم، الاقرب للمستغانم. طبعا اهل المنطقه يمرون عادي، المنظر متعودين عليه، ولكن كزائر لاول مره المنطقه يستوقف المكان صراحه. وهذا منظر الجبال. هذا النهر قادم من أكثر من 700 كيلو حتى يصل إلى المكان. وصاحبي أنا استوقفني المكان، قلت له يوقف لي لأرى المكان. هو يقول والله ما عمري وقفت أشوفه، لأنه متعودين. صاحب المنطقة يختلف عن الزائر. نزور الآن حديقة 20 أغسطس. اللي هي المدينة القديمة في المستغانم. هذه المكان يطل في المستغانم على البحر الأبيض وعلى المدينة بكل جوانبها. خلونا بس نتجه بس نشوف الجانب الثاني. إطلالة على البحر الأبيض المتوسط ومدينة المستغانم، الجانب القديم، البلدة القديمة، والجانب الحديث مع إطلالة جميلة ما شاء الله تبارك الله. هذه الواجهة البحرية في مستغانم.